السلام عليكم. شكرا للكلام الطيب اللي تخليوا لي دايما فيديوهات. شكرا كثيرا كثيرا. اليوم نشارك معكم مع الدنجال في الفران، وكيكون لذيذ واحد. هذاك بغينا نديروه بالكفته اولا بالتونه، باش ما بغينا نديروه وكيكون يخرج مزيان ما شاء الله. لذيذ تبارك الله. شوفوا ها هو ما شاء الله. نبينوا لكم ها هو من طاب، وهذيك الطماطم حتى هي طبت معاه هكذاك، يعني غير باش درتو هكذاك باش يطلق شويه الماء، غير شويه وصافي، ماشي زعما باش يطيب بعدا بالبخار ديالو. درت له هذيك الطماطم تما. بغيتو ديروها ما بغيتوش ديروا شي حاجه وحده اخرى، البصل ولا، ولكن هذاك ماشي اختياري. هو كيكون لذيذ تبارك الله ما شاء الله. غير واحد اتون، غير واحد تونه صافي، ماشي بزاف، شويه ماشي صغيره متوسطه. ها هو تبارك الله. ودرت عليه الفرomage غابي المبشور، ومن بعد عاود ضفت ليه واحد شويه حتى للتالي. غادي نقول لكم، غادي نخويو داك الباذنجان، نخويوه نقلع له هذاك اللب ديالو كلشي، نقلعوه له ونديروه في واحد المقله واحد شويه تاع الزيت وصافي، نقصوا له ونديروا له البخار، يعني غادي يطيب البخار وصافي. ها هو هذه محفره كلشي حفرتها، ولكن عندكم تقبوها باش ما نتقبوش، باش ما يخرجش هذاك من الخرم تما. اذا ها هو بالموس انا درتها، بغيتو ديروها بمعلقه او ديروها غير بشويه، ولكن عندكم باش ما تقبولهاش لداخل. ها هو هذا درتها في المقله، هذاك اللب اللي قلعته منها ودرتو شويه بالزيت وصافي، ودرت واحد المغطى وخليته غير بشويه هو دغيا غادي يطيب ولذيذ تبارك الله. عاد هكذا، ومن بعد خلطته مع واحد تونه غير وحده وشويه طماطم، هذاك الطماطم اللي كنديرو تاع البيتزا، ومن بعد طماطم فريتو سميتو، ومن بعد غادي نخلطوه مع هذاك التونه وهذاك الدنجان اللي كان طاب في المقله. ايوا من بعد نخلطوه مزيان بلا ما نديروا الملح، لان التون هذاك بغيتو عاود تذوقوا. انايا ما درتش فيه الملح كاع والو، لان فيها التونه الملح والطماطم الملح، كلشي فيه الملح الا الباذنجان، وهذا هو طبيعي. درت فيه الطماطم هكذا شويه كما كنديروا البيتزا. من بعد درت له هكذا دهنت هذاك الطوماط، ومن بعد بديت ندير هذاك الخليط نتاع التونه وداك الباذنجان اللي طاب وشويه تونه وشويه طماطم هذيك هي، ماشي بزاف درت غير وحده وصافي. راكم شفتوا في ثلاثه كبارات، يعني يعطيو 6 ما شاء الله. شفتوها هو. ومن بعد نخليوه هكذا ها هو، نديروه كل شيء، ومن بعد نديروا ليه الفرomage غابي، ولا بغينا نديروه الطوماطيشه هكذا الطماطم معاه، اولا بغيتو بصله غير باش تطلقي شويه البخار وصافي، ماشي بزاف. بغيتو عاود هكذاك، ما بغيتو ديروه هكذاك غير ديروه هكذاك، ولكن يكون شويه ماشي مجهد النار باش ما يتحرقوش، ما غاديش يتحرقوا. اذا ها هو درت لها بابي سلفوريزي ورق الزبده وبابي الومنيوم، النار مجهده. فات غير واحد 20 دقيقه. ايوا نقصت لها، خليتها على 200 شويه عاود نقصت لها، قلعت لها داك الورقه ونقصت لها على 150 وطيب يطيب نعرف بلي طاب صافي. ومن بعد ها هو طيب ما شاء الله، وكليت وتبارك الله مزينتها ما شاء الله واحد المذاق. بغيتنا نديروها بالكفته اولا بالحمر الصغيور اولا بالتونه اللي بغى، باش ما وهكذا كتكون لذيذه تبارك الله. هي نشارك معكم، ها هي تبارك الله. ومن بعد ونقدموها مثلا الا بغينا بحال مثلا اللي بغينا معاها نقدموها. انا كليتها هكذا عجبتني تبارك الله. ها هي وزينتها هكذا بهذا شويه سميتو هذا الذره. ها هي تبارك الله لذيذه. ما نكتروش بزاف الفرomage باش ما يكونش مدهن بزاف، ما نكتروش عاود بزاف التونه، راك عارفه باش ما تكونش بزاف دايره، تكون على الجهد شويه من الحاجه كلشي. ومن بعد صافي نديروها في الفران. هيا ما شاء الله تبارك الله. وشكرا للمشاهده. سلام.